السلام عليكم. معلومة على الماشي. طارق مصطفى. عايز تكون ناجح في شغلك ومحبوب في شغلك؟ 11 سبب مهمين جدا لازم تاخدهم في اعتبارك وانت في الشغل. اول حاجة، بلاش تتكلم على اي حد في غيابه او في حضوره بالسوء. تاني حاجة، شوف شغلك وبس، خليك مهتم بشغلك والاساس او المعيار عندك هو شغلك. رقم 3، بلاش تتجول أو تلف في المكاتب كتير، خليك في مكتبك وفي شغلك وبس. رقم 4، ما تثقش في حد، اشتغل بس بإخلاص، ما تخليش ثقتك مطلقة في الناس. في النهاية هم زملاء العمل، فخلي ثقتك في الله ما تديش ثقة مطلقة لأي حد. رقم 5، ما لا تنتظر المساعدة من أحد ولكن اعتمد على الله. خلي تملي طلب المساعدة وطلب التوفيق وطلب الهداية وطلب النجاح من ربنا تملي، ما تطلبش من أي حد تاني. أتمنى أكون أفدتكم. تحياتي.